السلام عليكم الإخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله هذه الحلقة غنوجهو فيها بعض النصائح لمحلات الجزارة. هذه بعض النصائح اللي غادي إن شاء الله نوجهوها مباشرة للجزار باش يحافظ على الكليين ديالو ويحافظ على الجودة ديال اللحوم ديالو. يعني لابد خاصو يكون كيتمتع بصحة جيدة، يكون كيدير واحد الفحص طبي سنوي، ويكون كيلبس لباس اللي هو نقي، ويكون لابس واحد الطابلية ذات لون مفتوح، ما ابيض ولا صفار ولا اخضر، لا اخضر ولا ازرق، يكون لون مفتوح اللي يكون اللون اللي كيبان فيه الوسخ باش نتوسخ ديك الطابليه يمشي يبدلها. ومن الاحسن يكون عنده جوج طابليات باش ما يبقاش خدام بطابليه واحده السيمانه كامله. كذلك ملي يسالي من المعدات ديالو كل نهار يقوم بالغسل ديالها وتطهير ديالها، وكذلك بالمواد النظافه اللي هي معتمده. ما يجيبش مواد نظافه من طرف باش ما تقوملوش. يعني اول حاجه تخسر له المعدات ديالو، ممكن ينقل بعض يعني المواد المستهلك تدوز في الكفتة او غير ذلك. يعني مواد نظافة تكون معتمدة. وكذلك يجتنب إعراض اللحوم ديالو خارج الثلاجة أو ثلاجة العرض باش ما تتعرضش لأشعة الشمس وتخسر داك اللحم ديالو ويولي فيها واحد اللون أسود أو لون أزرق أو غير ذلك. كذلك هذيك الكفتة أو اللحم المفروم ما يبقاش يطحن واحد الكمية كبيرة، يطحن كمية على حساب الطلب ديال الكليان باش ديك الكفتة باش يعني انها تعفن دغيا الكفتة، وكي دغيا تغير اللون ديالها الى الاسود لانها معرضة للبكتيريا. اللحم كل ما طحنت بزاف كتعرض دغيا للتعفن. وهذيك الكفتة اللي طحنها الكليان ميزيدش فيها التوابل او البصلة، لان الكليان باش تجي تطحن له الكفتة ودير فيها البصلة غير يلحق للدار يلقاك حلا يقول لك انت قمت بالخداع ديالي غير داك. من الاحسن ما يديرش التوابل وما يديرش البصلة او اي مواد ممكن تغير اللون ديال ديك الكفتة، الاحسن يتفاداها. الاستعمال يعني البلاستيك او غير ذلك، الاحسن يستعمل اوراق التلفيف وبلاستيك الخاص بالمواد الغذائيه، لانه كاين بلاستيك اللي هو ذو جوده رديئه وفيه واحد الريحه كريهه ممكن يخسر لي اللون، عفوا المذاق ديال داك اللحم ديالي او غير ذلك. وكذلك ممكن اثر على الصحه ديالنا من بعد. وكذلك كما قلنا يحارب القوارض والحشرات بالمواد المعتمدة، ما يخليش الحشرات والقوارض. وهذه كانت بعض النصائح للجزار، اللي هي كاين نصائح كثيرة حنا قلنا المهمة باش ما يلقاش مشاكل مع الكليان ديالو، وكذلك يحافظ على النظافة وجودة اللحوم. وبهذا قد نكون أنهينا هذه الحلقة، والسلام عليكم. إن شاء الله سنلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله.